بدل ما تستخدم كف ايدك المفلطح ده بانك ترزع ابنك قلم على خده وتسبب له عقد نفسية، تعال اما اقولك ممكن تستخدم استخدامات عديدة لكف ايدك ده، بانك انت تطبطب على ابنك على صدره. فان انت كده بتدي ابنك الطمأنينة والراحة. انك تطبطب على ابنك على كتفه، انت كده بتديله فخر وعزة بنفسه. انك تطبطب على راسه، انت كده بتديله الحب والرحمة والأمان. إنك تطبطب على وجنتينه، فأنت كده بتقوله إن أنا بحبك أوي ومشتاق لك أوي. إنك تمسك إيده بكل حنان وتضغط عليها بكل رقة، فأنت كده بتقوله إن العلاقة اللي بيني وبينك أقوى من أي شيء في الدنيا. وبكده استخدامات إيدك هتعلي درجاتك في الجنة، بدل ما ترزع قلم على وشه وتسبب له بعقد نفسية وتخسر درجاتك في الجنة. بلاش التغابي، وبلاش العنف والتعنيف الدائم والخصام الطويل ما بينك وبين الولد، او بينك وبين اولادكم.